طبعًا أكيد دلوقتي قلبك اتقبض، في نفس الوقت ضحكت، في نفس الوقت افتكرت أيام زمان. طيب هو الحقيقة إن الموضوع ده بيسموه coping mechanism، إحنا بنسميه نوستالجيا، بنقعد نقول يعني إن عندنا حنين بقى لأيام زمان وبتاع، وأيام زمان كانت أحلى، وده إحنا أيامها زمان كنا مبسوطين والوضع أحلى. بس الحقيقة الموضوع مش كده خالص. يعني أولًا ده اسمه defense mechanism. أوكي، يعني النوستالجيا عبارة عن ديفنس ميكانيزم أو كوبينج ميكانيزم، أو يعني بيسموه إيه، نظام دفاع أو نظام تأقلم. أوكي، من دماغك على الوضع الحالي اللي أنت فيه. طيب هو بيعمل إيه بقى؟ الفكرة كلها إن أنت تكون مضغوط نفسيا، ماشي، أو عندك شغل كتير أو بتواجه شوية مشاكل كتيرة، ماشي، فجسمك أو مخك بيلجأ للنوستالجيا. مع إنك أنت ممكن تقعد تسأل نفسك سؤال مهم جدا: طب ما هو أنا أيام زمان كان وضعي أسوأ من دلوقتي، إيه اللي بيخلّيني أحِن لأيام زمان؟ يعني أنت لو قعدت مع نفسك تفكّر كده شوية، هتلاقي إن ممكن أيام زمان دي كانت أوحش من دلوقتي، ماشي؟ فبتقعد تبتدي تفسّرها بقى لنفسك، أصل زمان الوضع وزمان الناس وزمان العيلة وزمان مش عارف إيه، هي كل الكلام ده مش حقيقي، ماشي؟ أنت مُخّك أصلًا مقسوم، تمام، الدماغ بتاعة الإنسان دي، ماشي؟ مقسومة لحتّة اسمها الحصين أو الهيبوكامبس، هيبوكامبس بيسموها، ماشي، ودي عبارة عن إيه، المكان بتاع الذكريات أو الأرشيف بتاع الmemories بتاعتك، تمام، وبيشتغل مع حتّة من قدّام اسمها اللوزة الدماغية، أنت ماشي؟ طيب الفكرة هنا إيه بقى في القصة دي، أنت ماشي؟ إنه بيروح المُخ يبتدي، بُص بقى الcoping mechanism عامل إزاي، يعني أنت كل ما تتضغط دماغك تعمل إيه؟ تروح تفتكر أيام الماضي. أنت أول ما تسمع مثلًا أغنية قديمة، تشوف موقف قديم، تمُر من شارع أنت عدّيت منه زمان، تفتكر مسلسل قديم أيًا كان، ماشي، يروح مخّك عامل إيه بقى أوتوماتيك، يفلتر كل الحاجات الوحشة اللي أنت مرّيت بيها زمان دي، ماشي، ويسيب بس الذكريات الحلوة، عرفت إزاي؟ فأنت بتلاقي نَفْسك إيه بقى، مخّك بقى إيه، يبتدي يفرز دوبامين وهرمونات السعادة تزيد، ماشي، والدنيا تبقى لطيفة معاك وتقعد تقول رجعوني بقى لأيام زمان. طبعًا أنا عارف إن الكلام ده يعني الناس اللي هتفهمه يعني أربعينات فما فوق، فالناس الصغيرة بعد إذنكم أنا آسف يعني نسيت أقول لكم يعني خليكم على جنب دلوقتي مش هتفهموا الكلام اللي أنا باقوله ده، أو ممكن والّا أقول لكم حاجة، لا خليكم، أنا عندي نقطة ليكم هاقول لكم عليها دلوقتي، إيه هي بقى؟ ودي ختمة القصة. حاولوا دايمًا تعملوا ذكريات سعيدة عشان لمّا تيجي قدّام تفتكروها ومخك يعمل الcoping mechanism ده، يفتكر فعلًا حاجات سعيدة.